إزاي في 2026 ومع كل الكورسات والframe works اللي عندنا والAI اللي بقى بيكتب كود، لسه في مبرمجين كتير بيكتبوا برنامج ولو حتى بسيط بصعوبة جدًا؟ السؤال ده على فكرة مش جديد، هو اتسأل زمان، بس دلوقتي ومع وجود الAI والتكنولوجيا الرهيبة اللي إحنا فيها دي، الموضوع ده اتفتح تاني بس بقى خطر جدًا. تعالوا نفهم ليه عشان نقدر نتجنب حاجة زي كده، ولو حتى كنا واحد من الأشخاص دول نقدر نحسن من نفسنا. السبب الأول، المشكلة مش في اللغة، في اختبار بسيط جدًا اسمه FizzBuzz، هو من أبسط ما يكون، ومع ذلك في ناس كتير بتفشل فيه، وده بسبب إنهم مش عشان مش عارفين جافا سكريبت أو بايثون أو لغة البرمجة نفسها، لكن بسبب إن هم مش متعودين على إن هم يفكروا ويقسموا المشكلة ويبدأوا يحلوا بقى المشكلة كده بلوجيك بسيط ويبقى done. يعني المشكلة معاهم مش إن هم مش عارفين لغة البرمجة أو السينتاكس، لأ هم زي الفل فيه، بس الفكرة كلها إن هم مش عارفين يفكروا بتفكير منطقي، يعني مش بيفكر كمبرمج. السبب التاني، طريقة التعلم نفسها. في نوعين من الناس، في ناس درست نظري كتير زي مثلا معظم الكليات بتدينا نظري وكتب بقى وذاكر وكده، بس في الاخر الجزء العملي قليل جدا، فبتتفاجئ انك بعد التخرج بتلاقي نفسك مفيش عملي خالص، كل اللي معاك نظري، فتتفاجئ ان انت مش عارف تتفكر كمبرمج، مش عارف تلاقي نفسك في المجال. وناس تانية اتعلمت بنفسها، راحت بقى اتعلمت من توتوريالز ودرسوا كام فريم ورك كده وبقوا جامدين فيهم قوي، بس اهملوا اساسيات. الاتنين دول يعتبر برضو ما اختلفوش عن بعض كتير. ليه؟ لانهم بقى عندهم وهم الفهم، ان هو فاهم البرمجة، فاهم ازاي يفكر في المشكلة ويحلها كفكر مبرمج. وللاسف معظم التوتوريالز او الفريم وركس او حتى الكليات نفسها ما بتركزش على النقطة دي، ولذلك لازم تحذر من حتة وهم الفهم او وهم ان انت بقيت جامد في اساسيات البرمجه وفعلا فاهمها. السبب الثالث، كتير مننا بقى شغله بتاع كل يوم لايبراري يعني ينزلها ويبدا يستخدمها في المشروع، او اي بي اي هيعمل له كول ويجيب اللي هيرجع منه ويبدا يظهره على الشاشه او للمستخدم، وهكذا. راح جاب شويه كود من جيت هاب ولزقه في البروجكت، اشتغل سقف سقف وعدي. وده انا مش بقول انه غلط ابدا، ده صح وان احنا بنعمله مفيش اي مشكله، لكن الفكره انك تعمل ده وانت مش فاهم، يعني بتاخد الكود تلزقه وانت مش عارف اصلا هو ده بيشتغل ازاي او ايه لازمته، بس انت انا كنت بدور على كذا لقيته في الجيت هاب، هنسخه واحطه، لو اشتغل حلو وعدي وهات اللي بعديه. فالافضل انت استخدمت الكود ده فافهم هو بيشتغل ازاي، والا كمان هتتعرض ان بعد كده هتحصل مشاكل او حاجه ممكن تتفاجأ بيها بسبب ان الكود ده كان فيه حاجه غلط. ساعتها علشان تصلحه ممكن تقضي وقت طويل جدا اكتر من اللي انت كنت هتقضيه انك تفهم المشكله وتكتب كود صح من الاول بنفسك. السبب الرابع واللي ده فعلا ابتدينا نخاف منه جدا بداية من 2026 وكل سنة الخوف ده بيزيد أكتر وأكتر، وهو إن إحنا بقينا معظمنا بيعتمد على ال AI بطريقة مبالغ فيها. ال AI حاجة زي الفل، اختراع مفيش منه اتنين، ولكن في 2026 ظهر حاجة زي ما بقول شبه مبرمجين، وده اللي بنسميه نوع جديد من المبرمجين. ناس بتاخد الكود من ال AI وتشغله وخلاص على كده، طالما هو شغال تمام سيبه شغال زي ما هو، مش عايزين نفهم ولا نراجعه ولا أي حاجة، لا خده من ال AI حطه. ال AI ده شيء مصدق ما بيغلطش، حطه واشتغل على طول. لكن برضو أول ما البجة هتظهر وتحصل مشكلة، ساعتها ال AI مش هيعرف يحلها لك، هنفترض انه ممكن ما يعرفش يحلها بنسبة كبيرة، والشيء الآخر انت كمان هتبقى واقف محلك سر، مش هتعرف تحلها، فتبقى استفدت ايه؟ ولا شيء. طيب نيجي بقى النقطة بتواجه ناس في بداية مجالها زي الناس اللي بتفشل في موضوع الانترفيو، رغم ان هم ناس شاطرة جدا، وده بسبب في كام نقطة كده ممكن نقول عليهم حاجة طبيعية جدا. يعني الضغط اللي بيحصل في الانترفيو، بيتسألوا أسئلة بعيدا جدا عن اللي هم درسوها. لو هو كان شخص جامعي لسه ورايح يشوف وظيفة في المجال، يبدأ يتسأل أسئلة احنا ما خدناش ده في الكلية، أو بيتسألها بطريقة عملية قوي. وبالتالي هأكد تاني، ده طبيعي، ومش معنى ان انت تفشل في انترفيو ان انت بقيت وحش، لا،
خد الاسئله اللي اتسالت لك في الانترفيو وروح دور عليها وتعلمها، ومفيش مشكله جرب انترفيو تاني وهتلاقي نفسك نجحت وعديت. وبرضو على العكس، مش كل اللي بيعدي انترفيو هو اشطر مبرمج او احسن واحد كان في صف المبرمجين اللي كانوا مقدمين في الانترفيو ده. الموضوع بقى اكبر من مجرد مبرمج جديد جاي شركه ويقوموا عاملين له انترفيو ويشوفوه هيحل المشكله دي، هينجح في الاختبار الفلاني او هيجاوب على اسئلتنا. الموضوع اكبر من كده بكتير، لان العالم الفتره دي محتاج ناس بتعرف تفكر، بتحل مشاكل، مش فكره انك بتكتب كود وزي الفل ومفيش منك اتنين، انك معاك لغتين برمجه وسنتكس رهيب وانت تنين لغات البرمجه. عشان كده في شركات كتير بطلت تبص على الشهادات وبقت بتركز على التفكير ومهاراتك. المهم نيجي لخلاصه كل الكلام اللي احنا قلناه ده. ليه بقى في مبرمجين بس لا يقال عليهم مبرمجين او مش بيعرفوا يبرمجوا اصلا؟ دي طبعا مش اهانه للشخص ده، هو ممكن يكون تنبيه لنوعيه المبرمجين دول ان هو يبدا يعدل من نفسه ويمشي في الطريق الصح. لازم نفهم مع بعض ان البرمجه مش تول ولا فريم ورك ولا حاجه هتسالها للاي اي وتقول له بعد اذنك اعمل لي الكود الفلاني وتقوم واخده ويلا استخدمه خلاص. البرمجة في المقام الأول هي تفكير وتحليل وحل مشاكل. لو قدرت تنمي الحاجة دي انت سيطرت على كل حاجة. فالأفضل ان انت اركن ال AI على جنب، اركن الكود اللي انت كنت بتعمله وانت مش فاهم معناه ايه على جنب، وروح اتعلم اساسياتك افهمها صح، وبعد كده كمل في طريقك وهتوصل للي انت عايزه. وبكده انا اكون خلصت حكاية النهاردة، واشوفكم في الحكاية اللي جاية على كودكس لاين، والسلام عليكم.